السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده ان شاء الله هنعمل كده شوية رز بلبن ساقعين يرطبوا علينا في الحر اللي احنا فيه ده. وكمان طعمهم حلو جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده، كريمي وغني كمان جدا جدا، واحلى طبعا من المحلات والسوبر ماركت والكلام ده. كفاية بس ان هو انضف وان احنا عاملينه في البيت بايدينا. هنزينه هنا بقى بشوية سودان مجروش زي ما انتوا شايفين كده. بجد طعمه حلو جدا، اتمنى يا رب تجربوه وان شاء الله باذن الله يعجبكم. ويلا نبدأ بسم الله. اول حاجة عندي هنا لتر ونص من الحليب، ده حليب كامل الدسم، كنت غلياه من بالليل وحطاه عندي في التلاجة. لما قمت الصبح حبيت اعمل رز بلبن، حطيته بقى على النار، واول ما ابتدى يسخن معايا غسلت كوباية الا ربع من الرز المصري وصفيته كويس قوي. بعدين نزلت بيهم على اللبن بتاعي وقعدت اقلب فيه كده تقليبة بحيث يسخن مع اللبن، واللبن يغلي بيه على النار، يغلي بالرز يعني على النار. بعد ما ابتدى يغلي كده رحت طفيت النار وغطيت الحلة وسبته حوالي ساعة. بعد ساعة رجعت له لقيته زي ما انتوا شايفين كده عامل القشطة الجميلة اللي على الوش دي، والرز نفش كده واستوى سوى يعني نص سوا مش سوا كامل. تمام زي ما انتوا شايفين. نزلت عليهم بقى بكوباية الا ربع من السكر. حابة تقللي السكر عن كده طبعا براحتك، بس هو بالنسبة لنا كان مظبوط جدا. نزلت بقى عليهم بكوباية من المية السخنة وعطيته تقليبة عشان الرز يكمل تسوية. وكمان نزلت بمعلقتين كبار من القشطة، دي قشطة وش اللبن، انا كنت محوشاها عندي في الفريزر زي ما انتوا شايفين كده. وهبتدي بقى ان انا اقلب كده، افضل اقلب وطبعا مهدية النار شوية لغاية الرز بايه ما يستوي سوا كامل زي ما انتوا شايفين كده. هنا بقى الرز كان استوى معايا زي ما انتوا شايفين. عندي بقى هنا معلقة كبيرة ممسوحة من السحلب، طبعا تقدري تستخدمي بدلها نشا، معلقة كبيرة ممسوحة من النشا، بس انا حبيت احط السحلب عشان يديني برضو تطعيمة، زائد ان هو مادة رابطة. دوبتها كده في ربع كوباية من المية ونزلت بيها على الرز، واول ما غلى حطيت الفانيليا بتاعتي وطفيت النار. تمام، عطيته تقريبا، طبعا بيبقى سايل كده الى حد ما عشان يبقى معاكي كريمي، ما تسيبوهوش لغايه لما يختم تماما. طفيت النار بتاعتي وسبت الرز يهدى شويه، وبدات اجيب بقى العلب دي اللي هي بتاعت التيك اواي ان انا اعبي فيها الرز بتاعي. حابه طبعا لو ما عندكيش العلب دي طبعا عادي جدا تقدري تستخدمي اطباق الخشاف العاديه بتاعتنا بتاعت النيش. ممكن تستخدمي بولات صغيره. تمام، بس انا قلت عشان ليها غطا فاغطي الرز بتاعي ويعمل الايه الكرمشه البسيطه اللي بتبقى على الوش زي بتاع بره، فحبيت ان انا استخدمهم. لكن لو مش موجوده عندك ومش متاحه مفيش اي مشكله، تستخدمي زي ما قلتلك اطباق الخشاف عادي جدا. تعبي اطباقك بالرز بلبن وتحطيها في التلاجة وتغطي وشهم باي صينيه عندك، وبكده هيعمل الكرمشه اللي انا بقولك عليها. بس انا بقى سيبته يبرد تماما، او عبيت الكمية بتاعتي كلها، عملت معايا الكمية دي زي ما انتوا شايفين. تمام، سيبته بقى يبرد تماما تماما من اي حرارة فيه، حتى لو دافي برضو اسيبه لغاية لما يبرد تماما يبقى بحرارة المطبخ. بعدين ابدأ اغطيه كده زي ما انتوا شايفين بالغطا بتاعه وادخله التلاجة عندي. التغطية دي هي اللي بتدينا الوش المكرمش اللي بيبقى على الرز بتاع بره، اللي احنا الكرمشة اللي احنا بنحبها دي على وش الرز بلبن، لما بنغطيه بيعمل كده. تمام، بس اهم حاجة يبقى بارد. بحبكم جدا في الله.